الجبار ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر وارزق بنا فيما جرت من المقادير إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما آمين يا رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله رسولا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة. اللهم صل عليه وعلى آل بيته الأطهار وعن صحابته الأخيار وعن التابعين وتابع التابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأعزاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الحليم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم مع سيد الدعاة وإمام المتقين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والذي بعث محمدا بالحق لا يدخل الجنة ولا يتكئ على أرائكها إلا المتقون. فاتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم تشكرون واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، تكلمنا قبل جمعة من الماضية من حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وقلنا من حق المسلم على أخيه المسلم ألا ينم له ولا عليه، لا يدخل النميمة ولا يدخل عليه. ثم تكلمنا في الجمعة الماضية من حق المسلم على أخيه المسلم ألا يجرح مشاعره وأحاسيسه. واليوم إن شاء الله نتكلم عن حق آخر، وهو حق من الأهمية بمكان، حق خطير، حق مهم، يجب على كل مسلم أن يعي هذا الحق العظيم. ما هو؟ من حق المسلم على أخيه المسلم ألا يحسده ولا يحقد عليه. عنوان الخطبة اليوم إن شاء الله حق المسلم على أخيه المسلم ألا يحسده ولا يحقد عليه. فما هو الحسد وما هي دواعيه؟ أعيرون القلوب والأسماع، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون لهذا القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها السادة، أيها الأحبة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر الأمة الإسلامية من أن يتحاسدوا بينهم. قال في حديثه الشريف: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا.
النبي عليه الصلاة والسلام نهانا في هذا الحديث عدة أمور لو لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام غيرها لكفت أن تكون دستورا لهذه الأمة. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ يوصي الأمة وينهاهم عن أشياء، عن أخلاق ذميمة أن لا يفعلوها. قال: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. نأخذ من هذا الحديث الفقرة الأولى التي نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، ألا وهي: ولا تحاسدوا، لا يحسد بعضكم بعضا. إن الأمة الإسلامية والناس في خير كثير وفي عافية ما لم يتحاسدوا، فإذا تحاسدوا بينهم أفسدوا ما بينهم وكان واقعهم مؤلم مرير. فما هو الحسد؟ الحسد هو تمني زوال النعمة عن غيرك أو عن أخيك، سواء أردتها لنفسك أو أردت أن يزول الله هذه النعمة من أخيك حتى لو لم تنال منها شيئا. هذا تعريف الحسد: تمني زوال النعمة عن الغير. عافانا الله وإياكم من الحسد. يتمنى له المرض بعد العافية، يتمنى له الفقر بعد الغنى، يتمنى له الحزن والهم والنكد بعد السرور والفرح. الحسد أمره خطير جدا، فلينتبه كل مسلم على هذا الأمر، على هذا الحق. وربما قد تحمل هذه الصفة، وسأتيكم بالأدلة. الحسد يا أخوان أمره خطير، وهو تمني زوال النعم عن الغير. قيل دخل اثنان محكومان عليهم بالإعدام أمام القاضي، كانوا صديقان في زنزانة واحدة، دخلا أمام القاضي ليحكم عليهما. فلما وقفا أمام القاضي حكم عليهما بالإعدام لفعلهما. فقال لهما القاضي: قبل أن يقام عليكم حكم القصاص ماذا تتمنى أنت الأول؟ قال: أتمنى أن أرى أمي، إنني لم أراها منذ زمن طويل، إني أريد أن أراها قبل أن يحكم علي بالإعدام. فقيل للثاني: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن لا يراها. هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة. أتمنى ما يصير عندك مال، أتمنى ما تركب سيارة فارهة، أتمنى ما تقعد ببيت قصر. هذا هو الحسد. الحسد ذمه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وذمه الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه، في أحاديثه. الحسد خلق ذميم، خصلة قبيحة وخلق قبيح، بل هو من صفة من صفات إبليس اللعين. أول معصية عصى بها الله في السماء والأرض هو الحسد. لما خلق الله آدم عليه السلام أمر الملائكة أن تسجد لآدم سجود تعظيم، فأبى إبليس وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر إبليس، حسده، كبره جعله يحسد آدم عليه السلام، تكبر، كبر من الحسد، فطرده الله سبحانه وتعالى من رحمته وجعله شيطانا رجيما. هل تعلم أيها المسلم إن الحسد صفة من صفات اليهود؟ اليهود عليهم لعنة الله حسدوا الرسول على الرغم انهم يعلمون ويعرفون صفاته في كتابهم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم حسدوا النبي وكرهوا النبي ونكروا رسالة
ود الذين كفروا من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. قال تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. اليهود جاءوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا له يا عمر لقد نزلت في كتابكم آية لو نزلت علينا لجعلناها عيدا. قال لهم عمر وما هي؟ قالوا له اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال لهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والله إني لأعلم متى نزلت وأين نزلت ومتى نزلت. إنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في يوم عرفة. اليهود من طباعهم الحسد وليس من صفاتك أيها المؤمن. اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم ما حسدونا على شيء مثل ما حسدونا على السلام والتأمين، يعني كلمة السلام عليكم والتأمين خلف الإمام. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام ما حسدونا اليهود على شيء مثل ما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها وعن القبلة التي هدانا الله إليها وضلوا عنها وعن قولنا خلف الإمام آمين. أيها السادة أيها الأحبة، إذا نستنتج من خطبة اليوم أن الحسد ليس من أخلاق أهل الإيمان، ليس من خلق أهل الإيمان. الحسد هو وداء خبيث، داء الأمم. قال عليه الصلاة والسلام لقد دب داء الأمم قبلكم. ما هما يا رسول الله؟ قال الحسد والبغضاء فإنها الحالقة يقول الحبيب لا أقول التي تحلق الشعر إنما هي التي تحلق الدين. فتش عن قلبك أيها المؤمن، هل فيه حسد؟ أخاطبكم أنتم أيها المصلين في الجمعة الثالثة، أقول أخاطبكم أنتم يا شيخ وهل المسلم يحسد؟ المؤمن يحسد؟ نعم. يقول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفارقن المؤمن الضيرة والظن والحسد. حتى الحسد. قالوا يا رسول الله إذا ماذا نصنع؟ قال يسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهره من الحسد. إذا المؤمن مصاب بالحسد، ربما يحمل الحسد. أنت مصلي تحمل الحسد؟ نعم. فتش عن قلبك، نقب على قلبك، هل تحسد فلان أو فلانة؟ فتش. الحسد داء خطير. سئل الإمام الحسن قيل له المؤمن يحسد؟ قال نسيتم أخوة يوسف؟ أولاد نبي أخذوا يوسف وألقوه في غيابات الجب حسدا لأنه أحب إلى أبيهم منهم بظنهم. فماذا صنعوا؟ من حسدهم أخذوا أبيهم وألقوه في غيابات الجب. الحسد داء خطير. الحسد يؤدي بنا إلى الفرقة وإلى البغضاء وإلى التشاحن. الحسد موجود في الشريعة فهو ما قضت به الشريعة لكن نهتنا على فعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، لو كان شيء يسبق قضاء الله وقدره لسبقته العين. أكثر ما يموتون بعد قضاء الله وقدره بسبب العين، بسبب الحسد. إياك والحسد. إني حريص عليكم من هذه القصة الثمينة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. يعني أنت صايم مصلي ملتزم
قائم تفعل الخير، لكن فيك هذه الخصلة الذميمة، خصلة الحسد، فتصبح وتمسي لا شيء عندك من الحسنات، حتى إذا ما كنت يوم القيامة أصبحت من المفلسين. أعاذنا الله وإياكم، عافانا الله وإياكم. الحسد ليس من صفات المؤمن، ودائما تجد الحاسد معترض على أمر الله. إذا رزق الله سبحانه وتعالى أثر من أخيك بنعمة من النعم، لا تقل لماذا أعطى الله هذه النعمة، هو أحكم الحاكمين. كأن لسان الحاسد معترض على حكمة الله وعلى قدر الله، كأن لسانه يقول أنا أولى به، وهذا مما يؤدي إلى العداوة والبغضاء. الحاسد دائما تجده مغموم وحزين، هذه صفات الحاسد. روي أن هنالك فلاح له مزرعة وله بقرة تسرح أمامه، لكنه يجلس أمامها دائما حزينا كئيب. فجاء الشيطان بهيئة رجل ووصل إليه وقال له ماذا بك يا أخي؟ أراك حزينا كل يوم أمام هذه البقرة. فقال يا أخي إن بقرتي أقدم لها من الأعلاف من الأعشاب ولا تدر علي شيء من حليب، وهذا جاري عنده بقرة أدنى منها وهي تدر عليه الكيلوات من الحليب. قال ماذا تريد؟ نعالج لك بقرتك. قال لا. قال نأتي ببقرة خيرا منها. قال لا. قال أأتيك أنا أشتري هذه البقرة من جارك وأعطيها لك. قال لا. قال إذن ماذا تريد؟ قال أريد أن تموت بقرة جاري حتى يبقى حزينا وكريما طيلة الدهر. هذه صفات الحاسد. صلى الله عليه وسلم لكم من الحسد داء خطير، لقد دب الداء من كان قبلكم الحسد والبغضاء. تحسد الغني، والله لا أحسد الغني على أبدا مهما كان له من مال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله مالا وهو ينفقه في سبيل الله آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله القرآن حافظ القرآن فهو يقوم به الليل والنهار. لا حسد إلا في اثنين: الحسد في نعمة الله وهي نعمة الإيمان، أن تكون مثله، لا أن تحسده أن يزول عنه الإيمان. احذر أن تطأطئ رأسك في المسجد راكعا كما هو، أن تكون تاليا كما هو، أن تكون منفقا كما هو. تحسد الغني على ماذا؟ الغني له أموال لكن فقره بين عينيه إن لم يكن مؤمنا ويقضي حق الله. أما الفقير غناه في قلبه، النفس تنزع أن تكون فقيرا، والفقر فيها خير من غنى يعطيها. وغني النفوس هو الكفاف، فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا، وإن لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القرب والكفن؟ أعطاه الله ما أعطاه، ولكنه رأيته بعينيه يتحسر على خبزة البيضاء، يأكل من الشعير، يقول لك قدم على الطعام تفضل، يقول لك والله أنا بديت ما ترى، شنو فائدة مالك؟ وأنت فقير بس الله سبحانه وتعالى يعطيك كل العافية. زور المستشفى وشوف، تجد أنت في نعمة عظيمة، بل في نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أنت في نعم كثيرة، أنت معافى في بدنك، أنت لا تقوت يومك يوما بيوم، أنت حافظك الله سبحانه وتعالى من الشرور، من المكروهات، من الأمور التي لا تتوقعها، ربما ابتلي بها الغني. فأنت في نعمة، ولا بد لك أن تشكر الله
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله ولكم ولسائر المسلمين والله أعلم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا رسول الله خاتم النبي. اما بعد، الحسد اخطر من السحر. ربما السحر يؤثر في اشياء ولا يؤثر في اشياء اخرى، لكن الحسد امره خطير. ربما تكون انت تسير امامه ولا تعلم انه يحسدك، وهو حتى يراك في أحلامه وهو يكيد لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نصنع؟ قال لا يكيد بلساني ولا بيده. كيف يا رسول الله؟ أنتم ترون أناس من كثرة الحسد الذي في قلبه قام وقتل، وآخر بلسانه فهو أخطر من السحر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث شريف: العين حق تستنزل الحالق. تعرفون الحالق؟ الجبل الأشم، الجبل الذي يرتفع 3000 متر أو أكثر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول العين تدكه إلى الأرض. العين خطيرة جدا وخطر على المؤمن أن كان مع إيمانه يحمله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النبي: لا يجتمع في قلب مؤمن إيمان وحسن، إما مؤمن وإما حسن. لكن أقول لحضراتكم هنالك علامات تعرف بها الحاسد، ثم نأتي بعدها العلاج. كيف تعرف أن فلان حاسد؟ حينما تقف أمامه يأخذ يجر الحسرات، لا يتحمل وقوفه، يجر الحسرة. الحسرة تأتي من جوفه من أحشائه ويلقيها. أو إذا وقفت أمامه يأتي ويفرك أصابعه أو يضرب بيديه. أو إذا تكلمت معه يحط رأسه أو يتثاءب. هذه علامات الحاسد. أو دائما حريص على يسألك: ما هو دخلك الشهري؟ أين وصل أولادك؟ ماذا تعمل زوجتك؟ أين أنت تعمل؟ هذه صفات الحاسد، دائما يريد أن يسمع عن أخبارك. أو علامة أخرى خطيرة جدا: إذا دخل بيتك وخرج من البيت شب حريقا في البيت، هذا حاسد. أو خرج من بيتك وإذا مع زوجتك تشب نار مع رجل، من لا شيء تتشاحن مع زوجتك، من لا شيء يتشاحن أولادك، من لا شيء تعطل سيارتك، من لا شيء ينكسر ابنك، وهكذا. هذا حاسد، احذر منه ولا تجالسه فإنه خطر على المجتمع. بقي العلاج. صحيح احنا نعرف انه في المجتمع عموما هنالك يوجد من يحسد، لكن لا نريد ان نعلق قلوبنا بهذا الشيء بتاتا الى الابد. يعني اكو ناس اذا هو عطس قال هاي عيب، اذا عطى قال هاي حسد. ما نريد نوصل لهذا الحد. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: من علق بشيء وكل عليه. بعد صار هم الشاغل كله حسد. لكن هذه العلامات التي عرفتها عند الحاسد يجب أن تتوضأ وتأخذ العلاج. أريد أن أسألك الآن يا من تظن إنك محسوب، هل أنت محافظ على صلاة الصبح في وقتها؟ سؤال لا أريد أن تجيبه إلا في قلبك. كم مرة تطلع عليك الشمس وأنت نائم؟ تريد الله يحفظك؟ هل أنت محافظ على أذكار الصباح والمساء؟ والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أهل الذكر هم محفوظون
يتقدمون بحفظ الله. هل أنت محافظ على الأذكار قبل الصلوات؟ ولذلك لماذا نحرص على الصلاة في المساجد؟ لأن الصلاة في المساجد دائما تحافظ على الأذكار الموجودة. حينما ينتهي الإمام من الصلاة ويقول المؤذن برفع الأذكار ستقرأها، لكن إذا كنت في بيتك ربما عند التسليم تذهب إلى عمل. هل أنت تقرأ آية الكرسي عندما تنام وعندما تصبح؟ قراءة آية الكرسي قبل كل صلاة تحميك من الحاسدين. وهنالك أيضا علاج آخر، أن تأخذ كوبا من الماء إذا كنت تظن أنك محسود وتقرأ عليه سورة الفاتحة 7 مرات، وتقرأ آية الكرسي 3 مرات، وتقرأ سورة الفلق والناس 3 ثم تنفخ في ماء ثم تشربه أو يشرب من كان عائلة. هذا علاج نبوي أو علاج ما صنعه الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين. وتدعو دائما اللهم إني أعوذ بك من عين الحاسدين، اللهم اجعلك في نحورهم، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم. هذا ما علمنا به النبي عليه الصلاة والسلام. كان يعيد الحسن والحسين: أعيدكما بكلمات الله التامة ومن كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الحسن والحسين: أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم لا تنسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتمسح بها جسدك أو لأبنائك. خذ بالأسباب وسيحفظك الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب، أيها المؤمن، قلبك بدأ يتسع بهذه الحقوق. احفظ مني الحق الأول حتى تكون مؤمن: أن لا تلم على أخيك ولا تلم عليه، لا له ولا عليه. اتسع قلبك كان ضيقا فليتسع، فليكن أوسع شيء. ثم أخذت حقا آخر: إياك أن تجرح مشاعرك وأحاسيسك، اجعلها في قلبك. ثم اجعل اليوم في قلبك حقا آخر: ألا تحسد أخيك المسلم مهما أعطاه الله من نعم. اسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلل سكينة قلبك من الحسد. ثم هنالك حق آخر مهم جدا، فما هو؟ نعرفه إن شاء الله في الجمعة القادمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الشرك والمشركين أعداء أعداء الدين. اللهم ثبت